السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهارده كده هنعمل صابليه جميل كده مع بعض. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول ونروح نشوف مكوناتنا ايه. بس عايزه قبل ما ابدا الفيديو تصلوا على النبي كتير، ولسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل. عايزه اشوف الاعجاب بتاعكم الجميل. معانا هنا كده 250 جرام زبدة. انا مستعملة زبدة فرن. عليهم كده 125 جرام سكر، هي كوباية الا ربع. لو هتعايري بالميزان 125 جرام. ولازم تطحنيهم كده في المطحنة، يعني تنعموهم خالص وبعد كده تنخليهم. هنقلب بقى كل ده لو مضرب كهرباء او اي حاجة، بس انا بقى المضرب بتاع ربنا يعوض عليها اتحرق، فعملت هنا بالمضرب اليدوي كده لحد ما تبقى كريمي كده. معانا هنا بيضة بدرجة حرارة المطبخ. معانا هنا بقى فانيليا، انا مستخدمه فانيليا سايله. لو عايزه استخدمي الفانيليا الباكت استخدميه، انا استخدمت سايله. حطينا كده نقطتين صغيرين، هنروح نضيفهم بقى على الزبده بالسكر. نقلبها بقى كده لحد ما تختفي في الخليط ده كده. زي ما انتوا شايفين كده، نفضل نضرب فيها كده لحد ما ايه تختفي معانا. زي ما انتوا شايفين كده. معانا هنا كده بقى 400 جرام دقيق، هنحط عليه ذرة ملح صغيرة كده، هي بتظبط الطعم وسنة. هنضيفهم بقى كده ونقلبها. نقلبها كده بايدينا. احنا عارفين ان اي حاجات من دي مش بتتعجن كده. بسكوتات القريبه الحاجات دي مش بتتعجن بوكسات كده، لازم بتعملها كده بايدك كده، تلم بس الدقيق بالخليط كده. ومش بنضاف عليها اي مواد رافعه زي البيكنج باودر ولا اي حاجات من دي. هي بتعتمد على ضرب السمنه بالسكر. زي ما انتم شايفين كده بقى. غسلت ايديا وهنروح بقى نختبرها كده نشوفها. زي ما انتم شايفين كده، يعني هي حلوة بس لسه فيها تشققات صغيرة كده. هنضيف شوية دقيق كمان. يعني انا استعملت 450 جرام سكر، 450 جرام دقيق. هنلم بردك العجين مع بعضه كده، كده هيكون جاهز معانا. عايزاكم بقى تحطوا اللايك بتاعكم الجميل وتفضلوا معايا لاخر الفيديو عشان تشوفوا كل الخطوات. احنا خلاص كده لمينا العجين كده. هنختبره بردك تاني. ناخد حتة عجينة كده ونلفها، نضغط عليها كده بصبعنا. ما فيهاش اي تشققات خالص، هي ما شاء الله عجينة ناعمة وجميلة اهي. هنسويها بقى كده ونغطيها بكيس نايلون. نروح نسيبها بقى ترتاح في التلاجة نص ساعة عشان نعرف نشكلها. ما ينفعش نشكلها الوقت علشان هي لسه سخنة، عشان ما تفرفتش مننا ولا حاجة. اهي ما شاء الله بعد ما خلاص ارتاحت في التلاجة نص ساعة، هناخد بقى القطعة كده ونحط برضك الباقي في التلاجة. ما تخافيش مهما كانت ساقعة كده وجامدة هتفك معاكي. معانا هنا بقى كيس نايلون، كيس تلاجة يعني فتحة كده. بططها كده بقى شوية. ناخد برضك كيس تاني كده. معانا هنا بقى النشابة كده هنفردها، يعني قيمة 2 ملي كده. شوفوا هنا فردتها اهو. لازم نسويها كده بايدينا عشان نشوف ان كلها مسوية قد بعضها.
ناخد بقى اول شكل الدايرة ده كده بأي حاجة ممكن تعملها، ما تقفش يعني على القطاعات بتاعتها. احنا هنا لو عملنا 20 مثلا يعني 10، لا نعمل 20 عشان نفتح 10 من النص ونسيب 10 ايه كده ماسكين فوق يعني سادة كده. هنشيل بقى الطروف دي كده، ناخدها بقى نحطها في صينية مش مدهونة اي مواد دهنية خالص. نشيلها كده بالراحة، ولازم نشتغل وهي في التلاجة علشان ما نحاولش ان احنا نضيف لها دقيق او اي حاجة. هنشوف تاني شكل معانا. ده شكله مربع كده شنشر، لازم نضغط كده علشان تبقى تعمل الشكل. برضك هنعمل شكل تاني، شكل وردة. وده كمان شكل قلب. التشكيل ده على حسب ذوقك انت يعني. بالراحة كده نشيل الزيادات ونشيل بقى كده الحاجات اللي متشكلة دي نحطها برضك في الصاج بالراحة كده عشان ما تفرفتش معانا. اهوت اول شكل عملناه. ناخد بقى بتاع الكريم شانتيه كده، قمع الصغنون، هنشيل كده بقى دايرة من النص كده ديت اللي احنا هنحطها فوق عشان الحشو، ونشيل بقى الزيادات دي. لو مش بتشال معاكي كده بطرف سكينة كده قومي شايلها. ده اول شكل. هوريكم تاني شكل برضك. بصوا احنا حطيناها على درجة حرارة 180، استوت وطلعناها زي ما انتوا شايفين كده. ادي الاشكال اللي احنا عملناها مع بعض. ده شكل النجمة برضك جميل اهو. ناخد كده كل اتنين شكل بعض كده ونفس المقاس، نمسكهم مع بعض كده. بعد كده بقى معانا هنا شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بني. احنا كده سيحناهم، وانا قلتلكوا كذا مرة ان احنا ازاي نسيحهم على حمام مية سخن ونحط عليهم معلقتين زيت. هناخد بقى نشكل كده. ممكن تحشيها ميكس نوتيلا، وممكن تحشيها شوكولاتة من اللي انت هتحطها فيها كده زي ما انت عايزة. ممكن تحشيها مربى، بس المربى بتطرها بسرعة. انا حشيتها شوكولاتة من اللي انا هزين بيها. زي ما انتم شايفين كده هنشيلها بقى على شوكة كده، ونحطها بقى على ورقة زبدة، على كيس تلاجة كده، اي حاجة عشان بس نعرف نطلعها وتصفي كده الشوكولاتة من عليها. احنا كده عملنا شكل الوردة اهو. التشكيل ده على حسب ذوقك انتي. زي ما انتم شايفين تاني برضك اهو. جبنا هنا اللي كانت دايرة، نغطسها كده في الشوكولاتة نصها بس كده، نصفيها بقى كده ونحطها. خليكم معايا بقى عشان تشوفوا الشكل النهائي. برضك اخدنا القلب اهو. نجيب القلب اللي زي نلزقه. احنا كنا فتحناه كده، هنعمل برضك نصه كده.
هذا شكل النجمة، نعمله برضك بشوكولاتة بيضة، نلزقها كده، نغطسها في الشوكولاتة البيضة، نصفيها برضك ونحطها على ورق الزبدة كده او الكيس. ناخد بقى فرماسيلا، مكسرات مطحونة، لولي، اي حاجة حابة انت التزيين دوت يعني ايه، على حسب ما انت عايزة تزين زي ما انتوا شايفين اهو. وهوريكم برضك الشكل النهائي. هعمل بقى باقي الكمية وهرجع بقى اوريهولكم. بس لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تحط اللايك الجميل. يلا بقى نروح نشوف الشكل النهائي للتزيين. هذا الشكل النهائي ما شاء الله. عايزاكم بقى تجربوها. ويلا بقى عايزه اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وكنتم مع ام ياسمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.